ينخرط في المشاكل التي لا تعنيه، لا يخوض حروب الغير، لا يدخل في الاصطفافات التي يمكن أن تستهدف بها تلك الدولة أو تلك، بل إذا كان لابد من أن يكون له دور في مشكلة من المشكلات الإقليمية أو الدولية فهو يكون جزءا من الحلول ليس جزءا من المشكلات. وهذا لحد الآن ليس مطروح لا هذا ولا ذاك، بل أنه يمكن القول أنه الشقيقة مصر هي قادرة الآن على أن تدير وأن تدبر لحدود لحظة، يعني مصر قادرة على أن تدبر هذا المشكل. لا يوجد لحد الآن أي مؤشر يقول أن مصر قد انفلتت الأمور من بين أيديها دبلوماسيا. ما تزال تراهن على الحلول الدبلوماسية، ما تزال تراهن على أن إيجاد حلول أخرى، حتى الحلول غير الدبلوماسية هي مستويات وأشكال وأنماط. ثم فوق كل هذا المغرب لديه مبدأ أساسي يعني ينظم علاقاته الخارجية وعلاقاته الدولية، وهو مبدأ التضامن العربي. يعني لا يمكن لأي عاقل في هذا الكوكب أن يتصور أن المغرب يمكن أن يعني يستهدف أو أن يقترب من أي شيء يمكن أن يمس سلامة أو على واقع تصاعد التوترات في منطقة القرن الإفريقي، تشهد خارطة التحالفات في شرق القارة السمراء عموما تغيرات متسارعة. المغرب مثلا وقع اتفاقا عسكريا مفاجئا مع إثيوبيا، بينما تعمل مصر على تعزيز تحالفها مع الصومال في محاولة واضحة منها لإعادة التوازن مع إثيوبيا المتهمة بتهديد أمن مصر المائي بسبب سد النهضة. فهل نحن أمام اصطفافات جديدة تعيد رسم خريطة العلاقات داخل القارة؟ وما مضمون الاتفاقية العسكرية بين الرباط وأديس أبابا؟ التعاون العسكري بين المغرب وإثيوبيا إلى أين وصل؟ في 17 من يونيو عام 2025 تم في العاصمة المغربية الرباط توقيع اتفاقية شاملة جديدة بين وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد موسى والوزير المنتدب المغربي عبد اللطيف لوديي بحضور مسؤولين كبار من الجيشين. قبل توقيع هذا الاتفاق كانت البنود تقتصر على مجرد التكوين والتدريب المشترك والتمارين العسكرية المشتركة والبحث العلمي وتبادل الخبرات. لكن بعد الاتفاق الجديد انتقل الطرفان إلى مرحلة أكثر جدية تتمثل في التنفيذ الفعلي لمشاريع واضحة ضمن العقد الموقع، حيث سيتم لأول مرة تأسيس لجنة عسكرية مشتركة تنعقد بالتناوب بين الرباط وأديس أبابا لمتابعة تنفيذ المشاريع بشكل منتظم. التعاون لم يتوقف عند هذا الحد، إذ امتد ليشمل مجالات أكثر حساسية ودقة مثل التكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وخدمات الصحة العسكرية، مما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو شراكة شاملة تتجاوز الإطار التقليدي للتدريب والتمارين العسكرية. لكن لماذا الآن؟ يأتي توقيت هذا الاتفاق في ظل توترات إقليمية لا سيما تلك المتعلقة بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا. لكن الجانب المغربي أكد أن هذا التعاون لا يستهدف أي دولة، في إشارة ضمنية إلى جمهورية مصر العربية، مشدداً على أن الاتفاق يشكل جزءاً من استراتيجية أوسع ترتكز على التنويع الدبلوماسي وتهدف إلى توسيع حضوره العسكري والدبلوماسي في القارة الإفريقية. ومن جهة أخرى هناك طموح إثيوبيا لأن تستفيد من خبرة المغرب في القطاع الأمني. على كل حال سنناقش تفاصيل هذا الموضوع مع ضيوفنا الكرام. ينضم إلينا من ستوكهولم الأستاذ ياسين أحمد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية،
ومن القاهرة ينضم إلينا اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الأمن القومي والشؤون الإفريقية، ومن الرباط الدكتور عبد الفتاح نعوم الباحث في العلوم السياسية. دكتور عبد الفتاح، أبدأ معك. توقيع المغرب اتفاقا عسكريا مع إثيوبيا يأتي في خضم توتر علاقاتها مع جيران عرب وأفارقة. ألا يتجاهل المغرب من خلال تقاربه العسكري مع إثيوبيا وعلى هذا المستوى يتجاهل مواقف جيرانها وخاصة مصر؟ أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد وبضيوفك الكرام. لا، في تقديري الأمر هو يعني ربط غير منطقي وغير ضروري بين المسألتين. أن تكون هناك علاقات متوترة لإثيوبيا مع دول مجاورة وتحديدا مع الشقيقة مصر، هذا لا يعني أن أي علاقة للمغرب مع إثيوبيا وخصوصا التعاون العسكري يعني أنه يستهدف هذه الدولة أو تلك. بالعكس، هذا تعاون عسكري عادي جدا بين المغرب وبين دولة من دول إفريقيا. هو ليس اتفاقية دفاع مشترك ولا تأسيس لتحالف عسكري يمكن أن يدفع المغرب أو يجعله مجبرا على أن يخوض أو أن يدخل أو أن يخوض معارك إثيوبيا ومشاكلها الإقليمية لا مع جوارها ولا مع غير جوارها. هو تعاون عسكري نقطة. أيضا لا ينبغي أن ننسى أن المغرب لديه مجموعة من المبادئ التي ينطلق منها في سياسته الخارجية. المغرب لا ينخرط في المشاكل التي لا تعنيه، لا يخوض حروب الغير، لا يدخل في الاصطفافات التي يمكن أن تستهدف بها تلك الدولة أو تلك، بل إذا كان لابد من أن يكون له دور في مشكلة من المشكلات الإقليمية أو الدولية فهو يكون جزءا من الحلول ليس جزءا من المشكلات. وهذا لحد الآن ليس مطروح لا هذا ولا ذاك، بل أنه يمكن القول أن الشقيقة مصر هي قادرة الآن على أن تدير وأن تدبر لحدود لحظة. يعني مصر قادرة على أن تدبر هذا المشكل. لا يوجد لحد الآن أي مؤشر يقول أن مصر قد انفلتت الأمور من بين أيديها دبلوماسيا. ما تزال تراهن على الحلول الدبلوماسية، ما تزال تراهن على أن إيجاد حلول أخرى. حتى الحلول غير الدبلوماسية هي مستويات وأشكال وأنماط. ثم فوق كل هذا المغرب لديه مبدأ أساسي يعني ينظم علاقاته الخارجية وعلاقاته الدولية، وهو مبدأ التضامن العربي. يعني لا يمكن لأي عاقل في هذا الكوكب أن يتصور أن المغرب يمكن أن يعني يستهدف أو أن يقترب من أي شيء يمكن أن يمس سلامة أو أمن أو مصالح دولة شقيقة مثل جمهورية مصر العربية. طيب دكتور عبد الفتاح، تقول بأن الربط بين التحالف العسكري بين أو تعاون اتفاقية التعاون العسكري بين المغرب وإثيوبيا هو ربط غير ضروري وغير منطقي بالخلاف الإثيوبي المصري بشأن سد النهضة. لنستمع إلى وجهة نظر اللواء محمد عبد الواحد. أجدد الترحاب بك سيادة اللواء. كيف تنظر مصر إلى توقيع هذه الاتفاقية العسكرية بين المغرب وغريمة مصر إثيوبيا؟ أهلا بحضرتك وأهلا بضيوفك الكرام. أولا، العلاقات المصرية المغربية علاقات استراتيجية، علاقات متينة قوية، لها أبعاد تاريخية وأبعاد ثقافية ولها بعد حضاري، وبالتالي مصر لا تتأثر بالتحرك المغربي في إفريقيا. المغرب دايما داعمة للمواقف العربية والإسلامية، ودائما داعمة لكافة القضايا العربية في المحافل الدولية، خاصة القضايا المصرية. المغرب داعمة وبقوة لحق مصر في الحصول على حقوقها التاريخية من المياه، وتنتقد سد النهضة، وتعلم تماما أنه قد يضر بالأمن القومي المصري، ومصر تقيم وتقدر هذا الدور المغربي. ولكن ربما الحديث مؤخرا كانت هناك على شبكات التواصل الاجتماعي أحاديث كثيرة تتعلق بهذا، وهذا أثار حفيظة بعض الأوساط السياسية الغير رسمية، وأكرر الغير رسمية،
بسبب هذا التقارب، لأن البعض رآها أن التقارب في المجال العسكري خاصة في مجال التكنولوجيا والحروب السيبرانية وغيرها، ودي بترقى إلى علاقات استراتيجية فيما بعد، لأنها يعني مواضيع حساسة. ده بيعزز من القدرات الدفاعية الإثيوبية، لا سيما وأن العلاقات المصرية الإثيوبية بتشهد حالة من التوتر بسبب يعني بناء سد النهضة واتخاذ قرار أحادي من قبل إثيوبيا حتى الآن، ولم يحل هذه الإشكالية. البعض كمان ظهر خلال الفترة السابقة بعض الشائعات عن وصول يعني بعض المعدات والأسلحة الإسرائيلية إلى إثيوبيا من خلال المغرب، وهذه شائعات يعني لم ترقى إلى حقيقة، لا يوجد لها دليل. هذه الشائعات أثارت المخاوف، ربما الذي سرب هذه الشائعات وظف العلاقات المغربية الإسرائيلية بعد التطبيع في 2020 وظفها استخدام. أستاذ محمد إن سمحت لي، الاستراتيجية الدفاعية للمغرب تقوم على الاعتماد من بين ما تقوم عليه الاعتماد على الأسلحة الإسرائيلية وعلى التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل، وسنعود إلى هذه النقطة ونفصل بشأنها. هناك تعاون آخر بين المغرب وإثيوبيا في مجال زراعي قد يثير حفيظة مصر، وسأعود إلى هذه النقطة أيضا. أستاذ ياسين أحمد، أرحب بك مرة أخرى. تتحالف إثيوبيا مع المغرب بينما تشهد علاقاتها مع السودان ومصر وإريتريا والصومال توترا متزايدا. ما الغاية من تقارب إثيوبيا مع دول بعيدة عنها جغرافيا بينما تطغى الخلافات بينها وبين أقرب جيرانها وبدون استثناء تقريبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا شكرا أستاذ أحمد على الاستضافة، وكما أحيي ضيفيك الكريمين أهلا من القاهرة والمغرب والرباط. يعني حقيقة نستطيع أن نقول أنه أثيوبيا يعني الآن تعتبر من القوى الإقليمية الصاعدة في أفريقيا، ويعني وتحرز إنجازات على المستوى الاقتصادي والعسكري والأمني، حتى في إنتاج الطاقة الكهربائية بعد اكتمال سد النهضة، وكذلك حتى إنتاج الغاز. يعني فبالتالي هي أثيوبيا الآن ترفع يعني شعار حسن الجوار مع منطقة القرن الأفريقي. رأينا الدبلوماسية الأثيوبية الآن تسعى لحل كل الإشكاليات مع دول المجاورة في القرن الأفريقي عبر الدبلوماسية والحوار. ومنذ مجيء فخامة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في 2018 حتى الآن، أي أكثر من 7 سنوات، لم تكن هناك أي تشهد يعني تدخل أثيوبيا في حرب مع جيرانها في القرن الأفريقي. ما حتى الخلافات بين الصومال وأثيوبيا، ما يتعلق بسعي أثيوبيا لإيجاد منفذ بحري في البحر الأحمر، وهذا حق تاريخي وحق مشروع. حتى هذه الخلافات أثيوبيا يعني تمد يدها للحوار والدبلوماسية. رأينا اتفاقية أنقرة أو إعلان أنقرة بين الصومال وأثيوبيا، وأثيوبيا لها دور كبير في استقرار منطقة القرن الأفريقي، على رأسها حفظ قوات السلام الأفريقية التي تشارك فيها أثيوبيا في الصومال وفي كثير من الدول الأفريقية. حتى أثيوبيا لعبت دورا كبيرا أيضا في هذه يعني الجهود. أستاذ ياسين إن سمحت لي، هذه الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية تواجه ضغوطات من قبل مصر التي لا تريد لإثيوبيا أن تصل إلى مياه البحر الأحمر من باب الضغط من أجل التوازن الجيوستراتيجي كما يرى محللون كثر. إلى أي مدى يؤكد ذلك وجود صراع جيوسياسي كبير بين إثيوبيا ومصر في منطقة القرن الإفريقي؟ ما يتعلق الخلاف مع مصر الشقيقة حول مياه سد النهضة أو مشروع سد النهضة الآن اكتمل، وصحيح بالرغم من توقف المفاوضات، ولكن حتى هذه اللحظة أثيوبيا ملتزمة بأن لا تحدث أي ضرر لدولتي المصب السودان وأثيوبيا. والآن باعتراف القيادة المصرية والإعلام المصري، حتى الآن لم ينقص لترا واحدا من المياه التي تدفق من النيل الأزرق
من أثيوبيا إلى السودان إلى مصر. حتى بالعكس رأينا هناك حصل نوع من فيضانات، حتى المصريون اضطروا أن يفرقوا سد العالي حتى لا ينهار من كثرة الفيضانات. فإذا كل المخاوف التي أعلنتها القاهرة من بناء سد النهضة أنه سيلحق بها الضرر، هذا على الأرض على الواقع لم يحدث أي ضرر. إن كان هذا الواقع ثابتا أم متحولا في ظل المشاريع الأخرى التي تريد إثيوبيا إقامتها على النيل الأزرق؟ سأعود إليك، بس سأذهب إلى الرباط إلى الدكتور عبد الفتاح نعوم. دكتور عبد الفتاح، يرى مراقبون أن انفتاح المغرب على شرق إفريقيا يندرج في إطار منافساته لقوى إفريقية تتزعمها الجزائر وتنازعه السيادة على الصحراء الغربية. ما حصة هذا المعطى في التقارب المغربي الإثيوبي؟ لا، هو المغرب يتعامل مع منطقة شرق إفريقيا بناء على مشاريع تريد فعلا أن تخرج هذه المنطقة وتخرج هذه الدول الإفريقية من هذه الباراديغمات التي كانت تقوم لعقود طويلة على فكرة إما الانطلاق من يعني مشاريع أو البناء على مشاريع أحادية الجانب مثل ما يحصل الآن في إثيوبيا، وهذا مشكل في الحقيقة. يعني قلق الشقيقة مصر هو مشروع، وأيضا الشقيق السودان. أو كان في الماضي المشاريع كلها تقوم على فكرة أنه لكي تنجح أنت ينبغي أن تعرقل جارك وأن تسبب له المشاكل. المغرب يتعامل اليوم مع دول مثلا نتحدث عن كينيا وحتى مع إثيوبيا ومع السودان، لديهم مشروع مثلا لابسيت، وهذا مشروع للربط بين هذه الدول بأكملها وصولا إلى إفريقيا الوسطى، وهذا مشروع سيتلاقى في المستقبل مع مشروع ربط الساحل بالأطلسي. إذا المغرب مع هذه الدول في دول شرق إفريقيا تلتقي هذه الدول من أجل ربط المحيط الهندي بالمحيط الأطلسي، وهذا في صالح كل هذه الدول. إذا في المستقبل أو مستقبل القارة الإفريقية في ظل الجيوسياسة العالمية الآن هو تطويق المشاكل، تطويق هذه الاستعصاءات الموجودة الآن في السياسة الدولية. المشكل يكمن في الحقيقة في بعض الدول التي تفكر بطريقة مختلفة، إما تحاول أن تصطاد في المياه العكرة، إما تحاول أن تصنع دعاية مكذوبة عبر وسائل الإعلام أو عبر يعني مجموعة من المجموعات الانفصالية أو هنا أو هناك أو بعض المشاريع الإعلامية الضالة مثل ما تحدث عنه أيضا الدكتور من مصر. فبالتالي نتحدث اليوم عن باراديغم جديد. أنا في تقديري أنه حينما نتحدث عن هذه المشاريع هذا مشروع يعني مصر أيضا، مصر فاعل كان وما زال وسيبقى دائما في القارة الإفريقية فاعل مركزي، دولة مركزية لها ثقلها، لها أهميتها في التاريخ وفي الجيوبوليتيك، ودولة قادرة على أن تطوق وأن تواجه هذه المشاكل من هذا النوع. هذه ليست التجربة الأولى التي تمر على مصر. يعني حتى من يتحدثون في بعض الأحيان في وسائل الإعلام على أنه مصر يعني هذه المشاكل، مصر واجهت مشاكل أكبر من هذه المشكلة بكثير، ولديها تقاليد دبلوماسية عريقة، ولديها قدرات دولة يعني جبارة قادرة على أن تواجه مثل هذه المشاكل بالحلول الدبلوماسية وغير الدبلوماسية، يعني حتى الحلول المختلفة التي لا تخطر على البال. فبالتالي أنا أعتقد أنه هذه العقبات ستذلل لأنها على الأقل حتى إثيوبيا، لكن دولة يعني كما يقول سمحت لي هذه العقبات ستدلل، لكن أن ينخرط المغرب في هذه العقبات يصبح مشكلة بالنسبة للعلاقات المصرية المغربية. المغرب بقصد أو بغير قصد انضم إلى تحالفات رتبتها ونظمتها إثيوبيا حول سد النهضة، أحد عناصرها الإمارات العربية المتحدة، إسرائيل أيضا، ودول غربية كثيرة، وبالتالي أصبحت مصر تشتكي أو تعبر عن مخاوفها على أمنها المائي. إذا أن ينخرط المغرب في هذا الضغط على مصر يسبب إحراجا لكلا البلدين، أليس كذلك؟ وأنقل إليك ما يقال في الإعلام المصري أيضا. لا، من قال أنه المغرب انخرط في ضغط على مصر، ومن قال أنه الدول التي تتحدث عنها الآن المملكة العربية السعودية والإمارات هل هؤلاء أعداء مصر؟ يعني هل هؤلاء يعادون مصر؟ يعادون أصدقاء مصر وإخوان مصر وحلفاء مصر. نتحدث عن هذه يعني علاقات دولية، الدول تبني علاقاتها الثنائية مع دول أخرى، ليس هذا بالضرورة استهداف دولة أخرى. يعني حتى إن كان خلاف بين دولة ألف ودولة باء لا يعني أن كل من يقيم علاقة مع الدولتين معا هو ينخرط في محاورهما
معا. مثلا على سبيل المثال، من سيقول الآن أن الاتفاق التجاري الذي كان فيه بعض المشاكل وصحح المغرب العلاقات أو التجارية بين مصر وبين المغرب وعادت إلى أقوى مما كانت عليه وحلت، هل هذا استهداف لإثيوبيا؟ هل هذا استهداف لأي دولة أخرى؟ هل هذا استهداف للأردن أو استهداف للسعودية؟ هذا ليس منطقا. يعني المغرب قالها صراحة، يعني هناك كلمة لوزير الخارجية السيد ناصر بوريطة قال أنه المغرب حينما يبني علاقاته مع الدول ليس بالضرورة أن يدخل في محاورها أو خلافاتها أو مشاكلها مع الدول الأخرى، وبالمقابل لا يفرض على الدول أن تتبنى أيضا مشاكله وخلافاته مع دول أخرى. هذا المنطق العلاقات الدولية ربما في عصور يعني القرون الوسطى، ليس المنطق الآن البارادايم القائم على اللعبة الغير الصفرية، لعبة أن نكون جزءا من الحل وأن نتعاون من أجل حل المشكلات والمعضلات. وأعتقد أنه حتى التضامن العربي والتضامن الإسلامي يقوم على هذه الفكرة. لا يمكن لأي دولة أن تزايد على دولة أخرى في مواقفها. أنت تتبنى معي مواقفي كلها، انسخ مواقفي حرفيا، وإلا فأنت هذا لا مصر تتبنى هذا الموقف ولا المغرب يتبنى هذا البارادايم ولا علاقات المغرب كما عبر عن ذلك العاهل المغربي ينظر إليها، والمحدد الأساسي فيها هو موقف هذه الدولة أو تلك من قضية الصحراء، وبالتالي هناك ضوابط للعلاقات المغربية مع باقي الدول، وهناك حسابات. لا صحيح، المغرب علاقاته الدولية يبنيها انطلاقا من هذا المنظار، منظار الصحراء المغربية، لكن ليس من أجل الصحراء المغربية يمكن مثلا أن يترك التضامن العربي والإسلامي، ليس من أجل الصحراء المغربية مثلا يمكن أن يفرط في سيادته التجارية أو المائية أو الغذائية وغير ذلك، لأن هذه القاعدة التي وضعها جلالة الملك فهمت خطأ من بعض الدول أو أشباه الدول، فهموا هذه القاعدة خطأ. لا، الدول حينما تضع معايير لسياستها الخارجية لا يعني أنها تقايد أي شيء بهذه المعايير، لا، سنعود إلى بعض المحددات دكتور عبد الفتاح إن سمحت لي، السياسة الخارجية، لكن أيضا الأمور الأخرى تبقى حاضرة. سنعود إلى بعض المحددات في هذا الإطار. سيادة اللواء عبد الواحد، بينما تطالب مصر إثيوبيا باحترام أمنها المائي في أزمة سد النهضة والتي تعتبر أزمة خطيرة بين البلدين، تعزز دول عربية كالمغرب والإمارات علاقاتها مع إثيوبيا، بينما يسود صمت جماعي باقي دول إفريقيا تجاه المطلب المصري. إلى أي مدى يعكس ذلك فشلا للدبلوماسية المصرية؟ يتساءل مراقبون كثر. الحقيقة لا شك المنطقة الإقليم كله إقليم مضطرب وبيشهد تفاعلات كثيرة ربما تتغير في التحالفات، والمشهد في غزة ولبنان وسوريا وإيران خير دليل على هذه التغيرات. وهناك تغيرات حتى في إفريقيا، ما يحدث من إثيوبيا أن هناك إعادة لتشكيل التحالفات الإقليمية مرة أخرى بحيث أنها تقلل من النفوذ المصري في القارة الإفريقية. مصر تعلم تماما ولكنها تثق تماما بأن هذه التحالفات غير قادرة على تراجع الدور المصري أو النفوذ المصري في القارة. دولة إثيوبيا دولة، أنا أقول لحضرتك على شيء غريب جدا، دولة إثيوبيا دائما كنا نسعى إلى احتواء هذه الدولة ومحاولة للتعاون معها في مجالات كثيرة، وأنا تحدثت مع إثيوبيين كثر مسؤولين في أهمية التعاون الاستخباراتي والتعاون العسكري، لكن كان دايما عنده شك في التعاون مع مصر وكان بيرفض التعاون، والكلام ده منذ عقود كمان طويلة. مصر حريصة على أن الوضع يستتب مرة أخرى وأن احنا نصل إلى اتفاق ملزم يرضي جميع الأطراف. فيما قالوا ضيفك اختزل أزمة سد النهضة بأن لا توجد أزمات في الوقت الحالي وأن حصة مصر ما زالت محفوظة، بس أحب أؤكد له أن بناء السد واحتجاز 70 مليار متر مكعب دول انتقصوا من نصيب مصر، وهو يتحدث الآن عن فترة فيضانات، لكن هناك فترات أخرى عدم الفيضانات وفترات الجفاف والجفاف الممتد سوف تتضرر منه مصر بشكل كبير. مصر تعتمد على يعني 95% من أمنها المائي على مية النيل، وبالتالي أي انتقاص في حصتها أو التقليل منها هيعرض الدولة المصرية للخطر، وهي لم ولن تقبل أنها يعني تتعامل مع هذا الخطر، ولم تقف مكتوفة الأيدي، لكنها وقفت مكتوفة الأيدي أستاذ عبد الواحد طيلة فترة بناء السد، لم تحرك ساكنا، وكذلك تبدو مصر غير فاعلة في كل الأزمات المحيطة بها، حتى في المثلث الحدودي مع ليبيا والسودان الآن حيث سيطرت قوة الدعم السريع. ولا أريد أن
أن نبتعد عن موضوع نقاشنا. ما هي خيارات مصر في حال نقصت حصتها من مياه النيل بشكل كبير كما تفضلت؟ سؤال حضرتك مهم جدا على فكرة. يعني سواء في المثلث هناك غموض. البعض يرى أن في الموقف المصري عدم وجود تصريحات محددة، أن هذا غموض للموقف المصري. هو ليس غموض، ولكن تشابك المصالح. مصر على مدى التاريخ بتعتبر أنها المسؤولة عن العروبة وعن الضم العربي والكتل العربية وتوحيد العرب. هذه التحالفات بدأ يحدث فيها نوع من الخلل، وضع الدولة المصرية والقيادة السياسية في حرج شديد. يعني نتحدث في كل المجالات لكننا لا نخطئ أبدا في دولة عربية. احنا شايفين المنطقة العربية بتتفكك بصورة كبيرة جدا، ومصر بتحمل على عاتقها. حتى نعود إلى صلب الموضوع سيادة اللواء محمد عبد الواحد، بما في ذلك تحالف الإمارات والمغرب مع إثيوبيا. بالفعل هناك تحالفات، ربما تكون البعد سياسي، لكن أنا ما زلت أؤكد أن هناك حسن نية، ولا أريد أن أفترض سوء النية، لأن افتراض سوء النية ولكن السياسة لا تدار بحسن النوايا سيادة اللواء. بالفعل بتدار بالمصالح. إذا شعرت أن هناك تهديد مباشر لأمن القومي، مصر هتتدخل بقوة. يعني على سبيل المثال المثلث الحدودي اللي حضرتك تفضلت بيه، وأنا مش عايز أجي ناحية سد النهضة. هذا المثلث الحدودي إذا مصر شعرت بأن هناك تعدي على أمنها القومي سواء من الغرب أو سواء من الجنوب، مصر هتتدخل بقوة ودون رحمة. ولكن هناك أبعاد معينة، أبعاد أن مصر لديها